عادل عباس في تمريراته يشعرك بأنه لا يلعب مباراة، بل هي جلسة طرب على أنغام العود. نجم منتخبنا الوطني للشباب النجم عادل عباس يكشف التفاصيل الكاملة عن حكاية الاحتراف، أيضا عن عدم انضمامه للمنتخب الشباب المشارك حاليا في بطولة غرب آسيا للشباب. سنترككم مع التفاصيل الكاملة والمقابلة الحصرية لبرنامج أهل الرياضية، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ونترككم مع المقابلة الكاملة للنجم عادل عباس. الناس يسمعوا أخبار كثيرة أنه عادل عباس يعني لديه عروض احترافية في الوطن العربي. عادل عباس لديه عروض احترافية من بعض الأندية الأوروبية. هل حدث هذا الأمر أم أنه مجرد بس أخبار تواصل اجتماعي لا وأخبار صحف وإعلام؟ حدث بس يعني يتم التواصل، يعني مش شبه رسمي، تواصل ونشوف لفين يعني بنوصل في هذا التواصل، مش شبه يعني رسمي. من ال يعني العرض الأكثر جدية من أي نادي يعني حدث لك، عربي أو أوروبي أو مين تواصل معك بالفعل؟ تواصلوا معي في الإمارات، في السعودية، وفي هذا حق ألمانيا الأخير. ألمانيا عن طريق فؤاد قاسم. نعم. ايش اللي حصل فيه؟ حصل في انه لحد الان يعني انا على تواصل، يعني ارسل له السي في حقي والمقاطع ذا، وقال لي ان شاء الله يعني ادعي انت ان احنا نتوفق. هو يسعى لي هناك، يسعى لي على نادي او ناديين، فعادوا الحين مقابلات معهم، مقابلات لما يقول لي تم ان شاء الله. يعني الان انت مع نادي الالماني هذا، ممكن تفصح عن اسم هذا النادي؟ والله هذا نادي يعني من الدرجه تحت يعني. درجه ثالثه؟ درجه كان ثانيه طلع للاولى. ايوه. طيب ما عندكش انت احد كوكيل لاعبين او كذا هو اللي يتفاوض معك؟ لا يضمن لك حقك، يضمن لك وما فيش عقد جيد؟ لا هو ما فيش احد، بس انا يعني مرجعيتي لخالي. يعني خالي هو ما شاء الله يعني اخليه هو يتواصل مع الناس، اخليه بهذه الامور. كان في تجربه معايشه من شركه ذا توب بلاير قبل فتره، مفهوم، ودعا اكثر من لاعب للذهاب لاسبانيا، وقال انه الشركه قالت انها تواصلت بك. ايوه تواصلت معي، بس ايوه والنادي قال لا ما حدا يتواصل بي. والله تواصلت معي الشركه دي قبل يمكن سنه وقليل. تواصلوا معي، فانا كنت يعني مهتم في الموضوع، هم مهتمين وقاعدين. فشفت الموضوع انا طول، لانه بيني وبينك انه اكثر من 50 شخص يتواصل معي على احترافات فانا مليت. تمام لك اقول كله كلام، بس كله كلام يعني، فما دريتش عندنا اقول له ده تمام، اقول له ده تمام، اللي هو الجاد بمشي معه. فاهم لك؟ طيب موضوع مراد ابو الرجال لما قال انه عرض عليك احتراف كمان، والله موضوع ابو مراد ابو الرجال هو سعى لي الصدق، يعني سعى عند الاجنبي هذا. من هو اللي عقد الموضوع؟ مش عقد الموضوع، فهو كنت انا اتواصل معه اقول له خلي يعني الموضوع يعني سري، فاهم لك؟ سر يعني ما حد يدري. فهو كان الله يهديه ينزل منشورات، ينزل ذا، فالاتحاد ضغط علي وقد تم الموضوع كل شيء، كانت الامور تمام سابره. فانا تواصلت معه قلت له نزل قاتل منه. الاتحاد ضغط عليك بايش؟ قال لك هذا مش وقته او كذا؟ لا مش ضغط علي، يقولون انه الرجال كذاب، انه فاهم لك؟ انه ايش تستغلك، ايش مش عارف ايش. انا قلت يا اخي قربوه، يا اخي قربوه شوفوا لفين بنوصل. فبعدين تواصلت معه ونزل منشور انه تم كل شيء. فانا تواصلت معه قلت له شوف انا كنت في مصر ذيك الاوقات، قلت له شوف انا عند الاتحاد نفسه، فما بيشوفونا بيقوموا خلونا نسوي تصريح، بيخلونا اهدر. قال لي لا قد انا انت شفت عقد، شفت بنود، شفت كذا؟ ايوه شفته، كان يرسل لي في اكاديميه يعني معايشه. تمام لك؟ فانا كلمته قال لي انا قد تواصلت مع الاتحاد. قال لي تواصلت مع الاتحاد، قلت له اذا تواصلت مع الاتحاد حلو جدا. بعدين انا مروح الفندق شفت استاذ حسن باشا مفر والاعلامي اسمه اللي راح مع الشباب الان، الاعلامي محمد الشومي. قال عندي، قال لي ايش ده؟ هدرت له الموضوع. قال لي خلاص صلح مالك منه، صلح فيديو انه يعني الشومي قال لك مالك من لا استاذ حسن باشا مفر قال لي ما عليك منه ان شاء الله، انا بخليك تحترف. هذا مش تمام يعني على مراد ابو الرجال. فانا قلت له خلاص تمام، انا بيني وبينك يأست، ما كانت من هنا ضغوطات خلاص يعني، وصلت مرحله ان انا ما عرفت استوعب، اقول الحين انا معامل. فسويت الفيديو، حتى في ذاك اليوم اول ما سويت الفيديو للشومي، سويت الفيديو للشيمي وانا ما عرفت ايش اسوي. كنت الفيديو فسويت الفيديو، شليت نفسي حتى خرجت من الفندق، جلست يمكن لما الساعه 4 الفجر وانا خارج الفندق، يعني كنت الضبح. طيب معك هدف معين انت في كرة القدم؟ يعني هدفك ما الهدف اللي توصل له يعني؟ والله هدف يعني احتراف برا،
خارجيه. بس الناس يقولوا ده عادل عباس مشيش يحترف مشيش، لا بالعكس انا اشتي احترف بس انت تكره انا اشتي مثل هذه الاشياء. او انا اشتي يعني كل شيء رسمي، ما اشتيش مثلا زي سمسار او فاهم لك كيف. ان شاء الله خير ان شاء الله.